الاختبار المرة دي مخصص للأطفال علشان خاطر تعرفي شخصية طفلك. كل اللي هتعمليه انك انت هتحكي له حدوتة صغيرة وهتسأليه سؤال واحد وهتسمعي منه إجابته، والإجابة دي هتحدد حاجات كده في شخصيته. الاختبار ده مناسب للأطفال من سن 6 سنين لحد 12 سنة. حاولي واوعي كمان تضغطي عليه في الإجابة أو ان انت توصلي له إحساس انك انت عايزة إجابة معينة. القصة رقم 1 العصفور. احكي لطفلك ان بابا العصفور وماما العصفورة وكمان ابنهم العصفور عايشين كده في عش حلو جميل فوق الشجرة. فجأة جت عاصفة شديدة جدا اضطرت ان هي تطير العش ده، فبابا العصفور طار على شجرة وماما العصفور طارت على شجرة تانية. يا ترى السؤال بقى اللي هتسأليه، الابن العصفور راح عند مين؟ النتيجة لو قالك ان هو هيطير على الشجرة اللي فيها بابا العصفور، ده معناه ان هو متعلق جدا بباباه. وطبعا لو قال ان هو هيطير عند ماما العصفورة يبقى متعلق جدا بمامته. لو قال ان هو بيطير اصلا لشجرة تالتة ده معناه ان هو شخص مستقل جدا بذاته. القصة التانية الدفن. قوليله كده ان في جنازة في الشارع والناس بتسأل هو مين اللي مات. واحد من الناس قال ان ده من عيلتنا او من بيتنا. السؤال بقى اللي هتسأله له مين اللي مات؟ لو جاوب عليكي وقالك اسم فرد من عيلته او من عيلتكو فهو بيكره الشخص ده جدا، وحاولي انك انت تدوري وتعرفي هو بيكرهه ليه. ولو قال نفسه ده معناه ان هو بيكره نفسه جدا، ولازم تعرفي ايه السبب طبعا وتحاولي تقربي منه اكتر. ولو قال مش عارف فهو احتمال كبير قوي يكون مش عايز يفقد اي حد وما تضغطيش عليه. القصة الثالثة الخوف. احكي له كده، قولي له ان في طفل دايما بيجي يقول لمامته ان هو خايف ومش عارفين هو خايف من ايه. السؤال اللي هتسأله له تفتكر هو خايف من ايه ومن مين؟ النتيجة بقى انك انت تسيبي طفلك يقول كل حاجة تخطر في باله. كل اللي هيقوله هي اصلا اشياء هو نفسه خايف منها، وحاولي انك انت تعالجي ده. القصة الرابعة الخبر الجديد. احكي له ان في طفل كده رجع جري من المدرسة بتاعته وراح قال لمامته يا مامي يا مامي انا عاوز احكي لك قصة جديدة او خبر جديد. واسأليه تفتكر الطفل ده حكى ايه لمامته. النتيجة ان الطفل هيقولك اسرار ومخاوف لازم يقولها لك، بس خدي بالك ان اوعي يبان اي ملامح على وشك ولا حتى سعادة ولا حزن. لازم ملامح وشك تبقى محايدة جدا. اخر قصة القصة الخامسة الحلم المزعج. احكي له ان في طفل صغير بيصحى من نومه مخضوض وخايف وبيصرخ جامد قوي، واسأليه تفتكر هو بيحلم بايه. النتيجة ان هو هيقولك الكوابيس اللي هو بيحلم بيها وخايف قوي منها، وممكن ما يحكيش وما تضغطيش عليه علشان خاطر ما تسيطرش عليه او تجيله فكرة الكوابيس.